هذه تفاصيل مشروع قانون العقوبات البديلة والذي صادقت عليه الحكومة هذا اليوم. وإلى التفاصيل، تداول مجلس الحكومة وصادق هذا اليوم الخميس على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة الذي كان قد قدمه عبد اللطيف وهبي وزير العدل. ويأتي هذا المشروع حسب بلاغ الحكومة توصل موقع أخبارنا بنسخة منه لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وقصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف. ويتضمن هذا المشروع وفق المصدر ذاته مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي، وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية من خلال إقراء مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ وتحقق الغاية المتوخاة منها، مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. وميز مشروع هذا القانون بين 3 أنواع من العقوبات البديلة، وهي العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، كما جاء في شرح بلاغ الحكومة الذي تم المصادقة عليه.